نداء عاجل للمغتربين في السعودية العاملين في هذه المهن: احذروا سيتم ترحيلكم في 15 ذو القعدة. كشفت وزارة العمل السعودية عن توطين عدد من المهن التي يعمل فيها الكثير من الوافدين في مختلف الجنسيات ومنعهم من العمل فيها بحسب تقرير نشرته صحيفة عكاظ السعودي، التي أوضحت أن قرارات سعودة المهن الجديدة سيتم تطبيقها على مراحل، ويشمل القرار مهن يعمل بها عدد كبير من المغتربين والوافدين إلى المملكة، وشملت المهن والأنشطة الوطنية، توطين مهن إدارة المشاريع ومهن المشتريات ومهن المبيعات ومنافذ تقديم خدمات وأنشطة الشحن ووسائط الشحن، وبالإضافة إلى منافذ أنشطة التزيين والخياطة النسائية، وذلك على عدة مراحل. كما يشمل القرار أيضا توطين مهن إدارية المشاريع: مدير إدارة المشاريع، أخصائي إدارة مشاريع. وسيكون تنفيذ القرار على مرحلتين: المرحلة الأولى بنسبة 35% والثانية بنسبة 40% من إجمالي عدد العاملين في مهن إدارية والمشاريع في المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر، ويكون الحد الأدنى للأجور 6000 ريال. وما تم توطين مهن المشتريات بنسبة 50% للمنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن المشتريات، وتوطين مهن المبيعات بنسبة 15% للمنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في مهن المبيعات. وتشمل مهن المشتريات مدير مشتريات ومندوب مشتريات ومدير عقود وأخصائي توريد العلامات التجارية الخاصة وأخصائي مناقصات، فيما تشمل مهن المبيعات ومدير مبيعات ومدير المبيعات الداخلية وخدمات الزبائن وأخصائي براءة الاختراع وخبيرة مبيعات تسويق وبائع الآلات طباعة واستنساخ بائع حاسبات ومندوب مبيعات ومدير مبيعات تخزينية.